خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة هو أخي الحسين ابن علي بن أبي طالب. ثم أوصى بعد ذلك قال أخي يا أبا عبد الله إن أنا قضيت نحبه غسلني وكفلني وحنطني بفاضل حنوط رسول الله وادفنوني عند قبر جدي رسول الله وإن مانعوكم فلا تهرقوا في أمري ملء محجمة دما. شوف هاي الوصية للإمام. ثم أن الإمام بأبي هو وأمي قال لهم ادفنوني عند قبر جدتي فاطمة يا بنت أسد. نعم هذا أيها المؤمنون. تعال إلى المصيبة الأخرى لما وضعت جعد السم له في الطعام. كان الإمام صائم يقول أحس السم في بدنه بقي يأخذ الدار طولا وعروة ثم نظر إليها قال فعلتيها يا عدوة الله لا هنأك إلا بزاد بعدي ولا تصيبين مني ولا من غيري خلفا أصابك إلا بفقر لا ينستر وبعلة لا تنجبر. غضبت من كلام الإمام خرجت وغلقت الأبواب. بعد ذلك يدخل إمامنا الحسين يجد الحسن يجود بنفسه أخي أبا عبد الله علي بقسط وعود يا أبا محمد ما الذي فعل بك هذا؟ قال أخي يا أبا عبد الله لا عليك لا تبكي لا يوم كيومك يا حسين يوم يزدلف إليك 30,000 يقتلونك ويسبون ذراري رسول الله. يقول فجيء له بالطسد والعود. الإمام الحسن وضعه أمامه ومسك بيده العود بينما وكذلك إذ قذف كبده المتقطع قطعة قطعة. أيوة ويلا إش كثر الدهر فرق بين الأحباب ويلي بين الأحباب وسهم على أبو محمد بالقلب صار. وانت تمشي اريد اقول لك بكل مصيبة معصوم تلقى باب، هذا الباب اللي اذى قلوب المؤمنين. هناك وسمعوا الدق على الباب يا بالباب صاح الحسن شيل الطشت يحسين من الطوارق تقول لنا زينب افتح الباب يا اخوي. اخي ابا عبد الله انا زينب فتح الباب يا بطبت زينب على الدايا او شمت ريحة دمومه او صاح الحسن يا زينب انا بجيتك يا مظلوم يا بوصد للبطل عباس وناداه بالموت
يا عباس الطشت نحي زينب لا تشوف وشبي يا كافل يمنى لا تخلي زينب لو علي صدت وحقك تنحسب ميت يا بطب زينب على الدار او شافت تقول لما دخل يايت نظرت الى وجوه بني هاشم عيونهم محمر نظرت الى العباس تقول له يا كافل خبر يا عباس ما تلتفت لي شاغت روح بالنوماس ووصلت للسما السبعة تعرف ليش؟ لأن زينب ربته من صباع ويضم على الحرة مو طبعا جاوبها الغريب حسين خويا ذاني تطش التردين باكر بالسبيل باكر بالسبيل تشوفين يا زينب راس بطشت بن سفيان وتلعب بالعصا شفته يقول لحسين خويا شيل الطشت عني خواتك يا ابو السجاد جني خويا ويردن يشب عن شوف مني يا اخو نعم ايها المؤمنون هذه الصورة الاخرى لما حملوا نعش الامام الحسن المجتبى فرجعت زينب الى ساحة الدار ترى ابناء عمومتها اخوته وهم يحملون نعش الامام الحسن المجتبى تقول والله هذا نعش اخونا وين يدكم تودون خويا نريد النعش ما نطيب الله ويا النعش خلونا تقول عزيز 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 الاخو ما ينعاف نبغى شلون من دونه ومن يسمع بك زينب لابد يفتح عيون نعم ساروا بنعش الحسن المجتبى وإذا بمروان والبغلة ومن علاها يضربون نعش الإمام الحسن المجتبى رواية تقول 7 نبال ورواية يقول 70 نبلا ثم ساروا بنعش الحسن المجتبى إلى موضع قبره الآن يقول نظر الحسين وإذا لم يرى العباس صاح بنو هاشم أين أخي العباس قالوا يا أبا عبد الله رأينا العباس جلس على الطريق وهو يبكي وقف الحسين على رأسه أخي عباس ما الذي جرى قال يا مولاي يا ابن رسول الله لم أستطع صبرا لما رأيتهم يرمون النعش بالسهام يقول فبكى الحسين أرجعك للتراث الشيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله على الله يقول لك يوم الذي شفاك تحمل الجود أو عليك تقطع زنودك يا بحر الجود
يومك يا ابن ابويا عاشر بعاشور. نعم مولاي الحسين، هذه وقفة لك وأنت على رأس العباس في مصيبة أخيك الحسن المجتبى. والموقف الثاني وقفت مكسور الظهر على العباس والسهم نابت بالعين. شلون موقف للحسين؟ يقول خرج إلى العباس وهو يقول الآن كسرتم ظهري، الآن شمت بي عدوي، الآن قلت حيلتي. وين يقف على رأس العباس؟ قال أخي يقول لي يا عباس صدق صعبة يا ابو فاضل علي فرقاك، خويا فرقاك يا عباس انا اذكر رضاي وياك. خويا تمنيت انت تنعان ولا انعان. الله يوفق خدام الحسين الشعراء ابيات الدعاء للحوائج للمرضى. التفت عباس ويقول له خويا حسين صدق صعبة عنك اغمض العين خويا الثاري فقد الاخي قص القلب نصين. لا حول ولا قوة ولعنة الله على الظالمين الذين ظلموا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا جميعا من المتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار الميامين الأبرار. اللهم لا تجعله آخر الذكر منا لأصفيائك وأوليائك محمد وآل محمد. رب لا تحرمنا والجالسين والمؤمنين فردا من خدمة الحسين يا الله. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، الف بين قلوبنا يا الله. من كان من اهل هذا الجمع طالب حاجه، اللهم ونحن في باب من ابوابك باب الحسن الزكي نقسم عليك بالإمام الحسن المجتبى يا الله. من على أهل الحوائج بقضائها يا أرحم الراحمين يا الله. اقض حوائج المحتاجين، يسر أمور المؤمنين، فرج هم المهمومين، ارزق المؤمنين والمؤمنات ذرية صالحة يا الله. من كان من أهل هذا الجمع عنده مريض أو هو مريض حضر إلى مجلسنا هذا، مرضى من أهليكم وذويكم من أوصاكم بالدعاء، مرضاي في البيوت ومن أوصاني بالدعاء، مر في المستشفيات إخواننا الجرحى من لهم حق علينا. اللهم نقسم عليك باسمك العزيز يا الله، يا من اسمك دواء وذكرك شفاء. إلهي نقسم عليك بمحمد وآل محمد
من على المرضى بالصحة وتمام العافية يا الله. انصر حشدنا الشعبي المقدس وقواتنا الأمنية والشرفاء الغيار الذين يقاتلون عن العراق يا الله. السادة الأجلاء القائمين على هذا المجلس اللهم احفظهم واحفظ عوائلهم أولادهم إخوتهم ذويهم يا أرحم الراحمين. من كان منهم مريض من عليه بالشفاء العاجل يا الله. من كان منهم طالب ذرية اللهم ارزقه ذرية صالحة يا الله. بحرمة إمامنا وذكر إمامنا الحسن المجتبى يا الله. من كان منهم طالب حاجة اللهم اقض حاجته. إلى وجه الله تعالى خير الوجوه وأبقاها شرف النبي لأئمة الأطهار الميامين موتى الحاضرين السامعين فردا فردا السادة العلماء الشهداء السعداء خدمة الحسين قاطبة سيما إلى روح السيد الشاكر وروح العلوية والشهيد سيد حسام شيعة أمير المؤمنين. بلغ اللهم الجميع ثواب سورة الفاتحة المباركة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل